إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يوصلكم بثنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 29 من يناير عام 2025. كما هي عادتنا دائما وأبدا مستمعي الكرام، نستهل البرنامج العربي بنشرة الأخبار، ثم بعد ذلك تتابعون الجزء الثاني والأخير من موضوع إفريقيا ولعبة التوازنات الدولية، وذلك ضمن حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. أديس أبابا تستضيف لأول مرة مؤتمرا علنيا لمجموعة بريغيد نحمد المناهضة للنظام الإريتري. من مقر القيادة العامة للجيش السوداني، البرهان يؤكد رفضه القاطع للحوار أو التصالح مع الدعم السريع، ويتوعد بالحسم والوصول إلى وطن خال من التمرد. وفي الأخبار الرياضية، انتهاء مراسم إجراء قرعة كأس إفريقيا في العاصمة المغربية الرباط. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. عقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا الاثنين مؤتمر مجموعة بريغيد نحمدو التي تدعي السعي لتبني خيار المقاومة للتغيير في إريتريا، ويعد الاجتماع الأول من نوعه لكونه يعقد بصورة علنية في أثيوبيا وبتصريح من الحكومة الأثيوبية. ويشارك في المؤتمر مئات من شباب المجموعة من مختلف دول العالم بالإضافة إلى المقيمين في أثيوبيا. ويرى المحللون أن انعقاد المؤتمر تحت مرأى ومسمع الحكومة الأثيوبية لم يكن ليعقد لو لم يجد ضوءا أخضرا ودعما من نظام أبي أحمد، الذي شهدت علاقته بحليفه السابق أسياس أفورقي تدهورا ملحوظا عقب اتفاق بريتوريا للسلام الذي أنهى الحرب في إقليم التيغراي. تجدر الإشارة إلى أن مجموعة بريغيد نحمد التي تبنت خيار التغيير في إريتريا انقسمت حول نفسها نتيجة اختلاف أيديولوجية التكوين، إذ ينتمي عدد كبير من الناشطين فيها إلى إقليم التيغراي الأثيوبي، وينادي بدولة تيغراي تيغريني بضم إريتريا إلى إقليم تيغراي وتكوين دولة القومية الواحدة. وهذا ما دعا إلى انسلاخ مجموعة من الإريتريين الذين كانوا ينشطون في هذا الحراك. وكان عدد من المجموعة قام بأعمال شغب وعنف ضد أنصار النظام الإريتري في دول مختلفة في العامين الماضيين لإفشال الاحتفالات والمهرجانات التي يسعى النظام إقامتها في مناطق تواجد الإريتريين حول العالم، مما أدى إلى إصابات في صفوف الطرفين وإتلاف الممتلكات، بالإضافة إلى عدد من أفراد من قوات حفظ النظام في بعض الدول، ومن بينها ألمانيا وهولندا وكندا. أكد قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان رفضه القاطع التفاوض مع الدعم السريع الذي يخوض حربا معه منذ أبريل 2023، وتوعد البرهان بحسم المعارك والوصول إلى سودان آمن حسب تعبيره. جاء ذلك أثناء تفقده الأحد مقر القيادة العامة للجيش السوداني في العاصمة الخرطوم، الذي استعاد الجيش السيطرة عليه من قوات الدعم السريع. وتأتي هذه الخطوة ضمن التقدم الميداني للجيش وإعلان اكتمال المرحلة الثانية من عملياته العسكرية التي شملت استعادة مواقع استراتيجية. وفي الشأن السوداني أيضا أدان الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من الدول استهداف قوات الدعم السريع للمستشفى السعودي في مدينة الفاشر، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين، مشيرين إلى أن ذلك يعد انتهاكا صارخا للقانونين الدولي والإنساني. وكان الجيش السوداني اتهم قوات الدعم السريع باستهداف وتخريب المرافق الحيوية للدولة، من بينها ضرب السدود ومحطات الكهرباء، بالإضافة إلى حرق مصفاة الجيل لتكرير البترول، والتي تعد أكبر مصفاة بترولية في السودان. وفي النبأ الأخير لهذه النشرة وضمن الأخبار الرياضية،
أجريت في العاصمة المغربية الرباط قرعة كأس إفريقيا للعام 2025، حيث استضاف مسرح محمد الخامس الوطني بالعاصمة المغربية الرباط مساء الاثنين مراسم قرعة بطولة الإفريقية التي ستقام خلال الفترة من 21 من ديسمبر 2025 إلى 18 من يناير 2026. وأسفرت قرعة بطولة كأس إفريقيا للعام 2025 في المغرب والتي جرت يوم الاثنين في الرباط عن مجموعات قوية. وجاءت القرعة على النحو التالي: المجموعة الأولى المغرب صاحبة الأرض إلى جوار مالي وزامبيا وجزر القمر. وجاءت في المجموعة الثانية منتخبات كل من مصر وجنوب إفريقيا وأنغولا وزيمبابوي. وفي المجموعة الثالثة نيجيريا وتونس وأوغندا وتنزانيا. أما المجموعة الرابعة فضمت منتخب السنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبنين وبتسوانا، فيما ضمت المجموعة الخامسة الجزائر وبوركينا فاسو وغينيا الاستوائية والسودان. وضمت المجموعة السادسة كوت ديفوار حاملة اللقب والكاميرون والغابون وموزمبيق. ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة في 6 مدن وهي الرباط والدار البيضاء ومراكش وأكادير وفاس وطنجة. وتستضيف المغرب هذه النسخة لأول مرة منذ عام 1988، كما أن الاستضافة تأتي قبل 5 سنوات من مشاركتها إسبانيا والبرتغال في شرف استضافة بطولة كأس العالم 2030. وجرى تقسيم المنتخبات المتأهلة للبطولة القارية وعددها 24 منتخبا إلى 6 مجموعات يتأهل منها إلى دور 16 أول وثاني كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث. وضم التصنيف الأول للمنتخبات المغرب والسنغال ومصر والجزائر ونيجيريا وكوت ديفوار. وفي التصنيف الثاني جاء كل من الكاميرون ومالي وتونس وجنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية وبوركينا فاسو. وفي التصنيف الثالث كل من الغابون وأنغولا وزامبيا وأوغندا وغينيا الاستوائية وبنين. وفي التصنيف الرابع كل من موزمبيق وجزر القمر وتنزانيا والسودان وزيمبابوي وبتسوانا. تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف كان قد أعلن في أكتوبر الماضي انسحاب المنتخب الوطني الإريتري من خوض مباريات تصفية مجموعة شرق إفريقيا أمام المنتخب الأثيوبي، والتي كان من المقرر إقامتها في جوبا عاصمة جنوب السودان، بعد إعلان اتحاد شرق ووسط إفريقيا لكرة القدم سيكافا النقل مباراة الذهاب والإياب للمنتخبين إلى جنوب السودان دون ذكر الأسباب. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام النشر الإخباري لهذا اليوم. وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إيرنا. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، كما أشرنا في بداية البرنامج، تتابعون فيما يلي وضمن برنامج إفريقيا في الإعلام العربي الجزء الثاني والأخير من موضوع إفريقيا ولعبة التوازنات الدولية للدكتور الخير أحمد عمر سليمان، الباحث المتخصص في الشؤون السياسية في واشنطن. نتابع. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات إلى الحلقة الثانية والأخيرة من موضوع إفريقيا ولعبة التوازنات الدولية. كنا قد تناولنا في الحلقة الماضية من هذا الموضوع جذور وخلفيات التنافس الدولي على إفريقيا وأبعاد هذا التنافس الدولي وأطرافه على القارة الإفريقية، وسوف نكمل المقال اليوم من عند النقطة الثالثة، وهي تداعيات التنافس الدولي على الدول الإفريقية، ومن ثم طبيعة العلاقة بين التحديات الداخلية للقارة مثل الصراع السياسي وتحديات الحكم التي تعيق تقدمها وتعزز نفوذ الأطراف الخارجية، وأخيرا مستقبل النفوذ الخارجي على إفريقيا ولمصلحة أي الأطراف ستحسم معركة التنافس حول المصالح والنفوذ. يقول الدكتور الخير عمر أحمد سليمان الباحث المتخصص في الشؤون السياسية في واشنطن عن تداعيات التنافس الدولي في القارة الإفريقية: تعد إشكالية بناء الدولة القومية أو ما يسمى بأزمة التكامل القومي أكبر معضلة تواجه الدول الإفريقية، ويعود ذلك بدرجة أساسية لعاملين رئيسيين. يرتبط العامل الأول بالاستعمار ومخلفات سياساته التي لم تكن موجهة لخدمة الأفارقة ولا للمؤسسات المصطنعة التي باتت تعرف لاحقا بالدولة، والثاني هو ذو صلة بتجربة الحكم الوطني التي تلت خروج المستعمر. فالدولة الموروثة في إفريقيا رغم أن قيادتها شكلا تعد وطنية، فإنها لم تنجح في تحقيق التنمية المنشودة بمثل ما حدث في قارات أخرى من العالم كالتجربة التايوانية أو الكورية الجنوبية
أو حتى النموذج الصيني بالرغم من التحفظات على بعض جوانبه. فعوضا عن قيادة التنمية وإحداث التغيير المطلوب داخل المجتمعات الإفريقية، تشكلت بيئة حاضنة للفساد وإهدار الموارد الوطنية داخل محيط الدول الإفريقية، والنماذج في هذا كثيرة، وكانت وثيقة صلة بالمستعمر الذي نجح في خلق وكلاء محليين من النخب لحماية مصالحه. وتعد تجربة الكونغو كينشاسا في عهد موبوتو نموذجا لذلك، وظلت هذه النماذج الفاسدة مستمرة إلى يومنا هذا، فأصبحت الدولة والسيطرة على مفاصلها إحدى الأدوات التي استخدمت لإثراء النخب الحاكمة ووكلائهم في الخارج. وتعد تجربة الدول في السودان والصومال وتشاد وأثيوبيا وجنوب السودان وغيرها من الدول الإفريقية امتدادا لهذا الإرث من الفشل، وعليه لا يمكننا استثناء أي من الدول التي لم تذكر ضمن النماذج المشار إليه أعلاه ليفتح ذلك الباب أمام تساؤل مفصلي، وهو ما مستقبل الدول الإفريقية وما مستقبل التنافس الخارجي عليها في ظل لعبة التوازنات الدولية. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون الجزء الثاني والأخير من موضوع إفريقيا ولعبة التوازنات الدولية، وذلك ضمن حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو. وللإجابة على التساؤل السابق، يقول الدكتور الخير عمر أحمد سليمان: يتوقف مستقبل الدول الإفريقية ومسار التنافس عليها على جملة من التحديات. فأولى هذه الصعاب تعتمد على قدرة هذا الكيان المصطنع الذي اصطلح على تسميته بالدولة على تجاوز قائمة طويلة من التحديات، والتي يقف على رأسها تحدي إدارة التنوع في أبعاده الإثنية واللغوية والدينية. فالدولة المنقسمة على نفسها ثقافيا لا تستطيع إنجاز مشروع وطني يحظى بالقبول بين مختلف مكونات الشعب، وبالتالي فإن الاعتراف بالتنوع وحسن إدارته يعد اللبنة الأولى في اتجاه تحقيق الاستقرار السياسي والسلام المجتمعي. فالاعتراف بالتنوع وحسن إدارته يقتضي تمثيلا عادلا في هياكل الدولة من جهة، وتنمية متوازنة ترتكز على مبدأ التقاسم العادل للثروة القومية من جهة أخرى. والتحدي الثاني في مسار مستقبل الدولة الإفريقية في إطار لعبة التوازنات الدولية يرتبط بعسكرة الدولة وأمننتها. فعملية عسكرة الدولة وإدارتها كملف أمني له تبعات مضرة من المنظور الاستراتيجي. فالوضع الطبيعي لمستقبل أي دولة، والحديث هنا بطبيعة الحال ينصرف على إفريقيا، أن يتم الاهتمام بمختلف قطاعات الدولة المدنية والعسكرية التي تشكل في المحصلة النهائية ما يعرف بقوى الدولة الشاملة. ويعد تطوير عناصر القوى المختلفة مسؤولية كبرى تتجاوز إمكانيات المؤسسة العسكرية والأمنية كمؤسسات محترفة تعنى بالجانب العسكري والأمني، ليشمل بقية القطاعات الأخرى ذات الطابع المدني. وعملية التطوير المشار إليها تقتضي الاهتمام بتطوير البنى السياسية المدنية، والتي تشمل الأحزاب والكيانات المهنية ومنظمات المجتمع المدني، والتي يمثل وجودها ضرورة قصوى لضمان تنمية ولاءات وطنية وقيم عليا تحمي الدولة والمجتمع من الارتدادات إلى ما يعرف بالولاءات تحت القومية المتمثلة في القبيلة والعشيرة. ويمكن فهم وتفسير ظاهرة تعاظم دور القبيلة في الدولة الإفريقية في سياق العجز عن بناء مؤسسات مدنية ناضجة تستطيع أن تحمي وتستوعب أحلام وتطلعات المجتمع، وبالتالي احتماء الناس بقبائلهم، بل وفي كثير من الأحيان الاستقواء بها للظفر بالمنصب السياسي والحظوة المالية التي يوفرها. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون الجزء الثاني والأخير من موضوع إفريقيا ولعبة التوازنات الدولية، وذلك ضمن حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. هذه إذاعة إرنا. وأخيرا يقول الدكتور الخير عمر أحمد سليمان متسائلا: ما هي سيناريوهات التنافس على إفريقيا؟ ليجيب بقوله: من الطرح علاه يمكن النظر لمستقبل التنافس على الدولة الإفريقية في إطار لعبة التوازنات الدولية في سياق 3 سيناريوهات رئيسية على النحو التالي. السيناريو الأول يتمثل في نجاح الدولة الإفريقية
في تجاوز التحديات المشار إليها والمتعلقة بالقدرة على الاعتراف بالتنوع وإدارته بشكل جيد من جهة، والعمل على بناء مؤسسات الدولة وتفادي عسكرتها من جهة أخرى. وفي حال نجاح التعامل مع هذه التحديات تستطيع الدول الإفريقية أن تواجه تحدي التنافس الدولي حول المصالح، أو ما نسميه بلعبة التوازنات الدولية، بشكل فاعل ورشيد، والعمل على تحقيق مصالح المجتمعات الإفريقية بدلا من أن تعمل النظم السياسية كوكلاء للخارج، رغم إمكانية أن تستفيد الأطراف الخارجية من موارد الدول الإفريقية، ولكن في إطار مبدأ الكل كاسب. السيناريو الثاني أن تفشل الدول الإفريقية في مسعى الاستجابة للتحديات الداخلية وتدخل معترك التنافس الدولي بظهر مكشوف لصالح روسيا والصين والولايات المتحدة، بعيدا عن المسار الانعزالي والشعبوي الذي يمكن أن يسلكه الرئيس الأمريكي الجديد كصانع للسياسة الخارجية، بمعنى أن تبقى واشنطن منخرطة في عملية التنافس الدولي. وفي هذه الحالة ربما تحولت القارة السمراء إلى ساحة لتصفية الحسابات بين القوى الثلاث. وفي حال حدوث هذا السيناريو فإن الكلفة الأمنية ستكون باهظة على الأفارقة. السيناريو الثالث والأخير أن تفشل الدول الإفريقية في الاستجابة للتحديين المطروحين وتدخل في لعبة توازنات دولية غير متكافئة تكون المحصلة فيها مزيدا من الاستنزاف الخارجي لمواردها واتساع نطاق الاختراق الخارجي المرتكز على استغلال هشاشة الدولة وتوظيف العملاء الداخليين من النخب الإفريقية لخدمة مصالح أطراف خارجية يأتي على رأسها الصين وروسيا. وبروز هاتين القوتين كلاعب رئيسي في هذا السيناريو يعتمد على انكفاء واشنطن على نفسها في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة دونالد ترامب وشعاراته الشعبوية القائمة على مبدأ الانعزال والانكفاء الداخلي. ولعل هذا السيناريو هو الأقرب للحدوث من منظور تحليلي، دون استبعاد إمكانية حدوث السيناريوهات الأخرى. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. أديس أبابا تستضيف لأول مرة مؤتمرا علنيا لمجموعة برغيد نحمد المناهضة للنظام في إريتريا. من مقر القيادة العامة للجيش السوداني البرهان يؤكد رفضه القاطع للحوار أو التصالح مع الدعم السريع، ويتوعد بالحسم والوصول إلى وطن خالي من التمرد. وفي الأخبار الرياضية انتهاء مراسم إجراء قرعة كأس إفريقيا في العاصمة المغربية الرباط. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل بإذاعة إرنا الدولية من باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. هذه إذاعة إرنا.